هذه الندوة التي نحن الآن بصددها، المقصود منها المساهمة وإبداء الرأي والنصح والنقد أيضا البناء فيما يجري من عملية إما تغيير أو تعديل أو تبديل للمناهج التعليمية والمقررات الدراسية في بلادنا السودان. وبدأ لنا من خلال بعض التصريحات التي صدرت من مدير المناهج وبعض الأشياء المكتوبة وبعض حتى الإصدارات التي صدرت أن المسلك الذي سلكه المدير في وجهة نظرنا فيه أخطاء كبيرة. أول ذلك أن الطريقة المعروفة لتغيير أو تعديل المناهج ليست هي الطريقة التي سلكها. نحن كنا بنتوقع أنه تكون هناك مؤتمرات للتعليم ويكون في مختصين كبار وتكون في مشاركة واسعة لأهل السودان بمختلف انتماءاتهم. بعد ذاك تكون في دراسة وافية للمناهج السابقة، وفي إذا في أي أماكن بتاعت قصور أو خلل يحتاج إلى تصحيح فإن ذلك أمر محمود ومطلوب. لكن أن تصدر التغييرات والتعديلات بسرعة وبعجلة وتنطلق من فكر معين وتؤثر عليها سياسة معينة، وفي ذات الوقت تكون لها ملامح واضحة تستهدف المواد الإسلامية وتستهدف الشريعة الإسلامية، لدرجة أنه تتبعنا بعض التعديلات التي صدرت أنه أي آية أو حديث أو كلام يتعلق عن الحضارة الإسلامية يحذف، وليس هناك أي مبرر أو مسوغ واضح للحذف سوى أن هذه آية مباركة. المدير لا يرى إدخال الآيات مثلا في المقررات الدراسية غير الإسلامية، يعني كالفيزياء والكيمياء، ويحذف أحيانا مواد كاملة ومفيدة لأجل أنه فيها آية أو فيها حديث، بالإضافة لأنه خفض كثير جدا من مقررات القرآن، ونحن سنوضح إن شاء الله في الندوة أن هذا التخفيض كان غير موفق. فنرى أن هذا الأسلوب غير سليم.